السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أربز جوت تالنت الحلقة الثالثة. معاكم محمود السيد. النهارده الحلقة الثالثة من قناة محمود حودة تي في أو من برنامج أربز جوت تالنت. النهارده هنتكلم عن المواهب اللي لا زالت مقتنعة إن هي موهوبة وبتروح البرنامج ومفكر نفسها تاخد الباز الذهبي. احب اقول ملحوظه صغيره بالنسبه للناس اللي بتكتب في الكومنتات وبتعمل ديسلايكات. يعني مثلا مش عايز انزل في الكومنتات الاقي اي واحد مثلا من الجزائر، من المغرب، من مصر، من اي دوله عربيه، الاقي ناس كاتب لي انت تتكلم عن المواهب الفاشله يا اخي محمود، لا تتريق على الناس بهذه الطريقه، تشوه سمعه البلد والاشياء. يا حبيبي انا بتكلم عن المواهب اللي ما تستحقش تروح عرب جوت تالنت، اما المواهب الناجحه الجميله ما بتكلمش عنها. المواهب اللي ما تستحقش بروح، ومش معنى كده انا بنتقد بلد او انا بنتقد الشخص ذات نفسه. يعني اشغل لكم اغنيه حرامات واعيط لكم في الفيديو اهو. حرامات حرامات حرامات. معانا اول موهبه ما حدش عارف لها بلد. الموهبه دي دخلت علشان نعرف جنسيتها، مش عارفين ولا كتبوا في الشريط ده منين ولا جاي منين، ما حدش عارف له بلد دي. بس الشخص ده كان داخل علشان هدف، كان داخل مخصوص علشان يهز السلعوه. دورت جنب علشان يهز سلعوه جنبه ولا حاجه، بس ما لقيتش سلعوات. الراجل هو كان ذات نفسه السلعوه. هز يا حاج هز. شايفين علي ندمان ازاي؟ ندمان اللي هو ضغط على الباز الذهبي المره اللي عدت في الحلقه اللي فاتت، وقاعد يقول يا خساره كنت زماني دلوقتي اعطيته باز ذهبي وصعد للنهائيات. هذا الشخص يركز بالجلابيه انه الشخص الذي ذهب للبتاع. أنا طبعا نعم لكن نعم. مرحبا. تفضل علي. اسمي باسل ابو الوفا، بدي اغني اغنيه اسمها غدا يوم افضل لمشروع ليلي. لا يا جماعه الراجل ده شكله عنده امل في الحياه، وكاتب على التيشيرت بتاعه حتى غدا يوم افضل. يعني غدا يوم افضل اللي هو بكره يعني. طب انت جاي النهارده ليه؟ لا اكيد في سر. يوم افضل مبسوط مالي عاسي بس مش مطول. غدا يوم افضل غدا يوم افضل مبسوط غدا يوم. يا اخي اقسم بالله وحياة ربنا العظيم ما فهمت ولا كلمه الا كلمه غدا يوم افضل، وبتقول كلمه مبسوط بس مبسوط عليه مش عارف. يوم افضل مبسوط غدا يوم أفضل. بس مش اليوم. غدا. انا قلت لكم في سر في الموضوع، هو مش النهارده. انا قلت لك غدا تيجي بكره ان شاء الله، وبكره هيبقى غدا، فهيبقى بعده غدا وغدا بعده، فيبقى ان شاء الله ما تجيش عرب جوت تالنت تاني ومش عايز اشوفك هناك تاني. لا يا زمن. أنا عندي موهبة البلاي باك. يعني مش فاهم. انت مش فاهم يا احمد يا حلمي، انا فاهمك عشان عندي خبره في الاشياء ديت وعندي خبره حاجاتيه. فالموهبه بتتكلم يعني ايه موهبه اللي شامل فيها شيء ديت، يعني ايه يقعد يعمل نفسه اللي هو بيغني كده كده. يعني حسيتك ان هو اللي بيغني بس هو ما بيعملش اي حاجه، بس. دبل بيت بوكس. دبل بيت بوكس وعندنا سيرو بليز. خلينا نشوف. ايه ده بس في ايه يا ابني؟ ايه بيكسو بونجو؟ انت طالع تقلع هدومك على المسرح؟ هي دي بقت موهبه؟ يعني اقعد اقلع هدومي كده بقت خلاص موهبه؟ لا ده انا ابهركم بقى. انا محمود من مصر وجاي ان شاء الله اقدم موهبه النهارده، بعرف اقلع هدومي. بس كده ان شاء الله هقلع لكم كده، وان شاء الله في النهايات هقلع لكم من الهدوم كلها.
لحد دلوقتي مش متوقع ان المسرح لسه ما وجعش على دماغهم. يعني ازاي كل هذا الوزن يطلع 50,000 كيلو، فازاي المسرح ما وجعش فوقكم؟ ازاي الحمولة ازاي المفروض تاخد باص ذهبي على الحركة دي؟ الله اكبر، باص ذهبي على الحركة دي، كمان باص والنبي. ازاي خلعت فكت نفسها كده بايديها وشالت، ازاي؟ ايه يا جماعه، الموهبه دي بتطلع حفاضات من جسمها، يعني في اي وقت ممكن تلاقيها مطلعه حفاضه، سبحان الله. وبعدين لا استنى، انت ازاي انا ما اسمعش برنامجي يعرض واحده بتقلع بنطلونها ازاي بتقلع هدوم ازاي؟ لا انا برنامجي مش زي 18. اقفل يا عم البرنامج. والنبي كمان اداها كمان باص ذهبي كمان، ديت المفروض تصعد للنهايه يا جماعه. انت شفت قاعد على البلومه ازاي؟ البلومه ما فرجعتش يا خرا شنو هذا؟ وشايلين لكم التجيله في الاخر كالعاده. معانا اخر موهبه، الموهبه الاخيره دي موهبه كده بتكون من طراز تاني كده، مواهب ممكن تخلي لجنه الحكام ينبهروا يقفوا ياخدوا بعضهم ويروحوا. شو بدك تعملنا هلا؟ بحب مايكل جاكسون. مايكل جاكسون. هو انت عشان بتحب مايكل جاكسون تطلع تعذبني؟ يعني ايه علاقة انك بتحب مايكل جاكسون تطلع تجلده؟ ايه اللي انت بتعمله؟ شنجل بينجل مين وبتاع ايه يا ابني؟ يا ابني الموضوع ده صعب عليك. بص كده، انت مالكش الا حل واحد بس ومش بديل اي حد، الناس المتميزه بس. انت مع بتاع جو دي، فاكر بتاع جو في الحلقه اللي فاتت اللي انا اتكلمت عليه؟ انتوا ماشوا مع بعض، كانت انتوا ماشوا مع بعض في الصحراء، فاهم؟ وتغنوا بقى مع المعيز وكلهم جو، فاقسم بالله تعملوا سيمفونيه متناغمه تكسروا بقى الدنيا. بس كده يكون انتهى الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو انت مش مشترك في القناه اضغط على اشتراك في القناه علشان يوصلك كل جديد. سلام. Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't tryna pressure her. She messed with the temperature. Hard wrote the song, but I am the messenger.